يعدي في موسم مثلا خير من اسماعيل بن ناصر حاليا. هو تو الحقيقه ما تجيبش السخيري وتحب تقارنه باسماعيل بن ناصر. اللي عندنا ملاعبي باهي مستوى. باش تقارنهم مع بعضهم البعض ما يتقارنوش نهائيا. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش انكم تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على الصحافة التونسية اللي نقدر نسميها صحافة العار الموجودة في تونس. هاد الصحفيين ولاعب سابق تونسي اللي هو خالد القربي، لاعب شبه نكرة صراحة، يعرفوه شوية في تونس شوية في افريقيا، ليس معروف لا عالميا ولا اي شيء. المهم هذا اللاعب يقارن لاعب تونسي الياس السخيري اللي هو يلعب في نادي كولون في الدوري الالماني، يقارنه باسماعيل بن ناصر ويقول لك انه الياس السخيري افضل من اسماعيل بن ناصر. نادي كولون في الدوري الالماني يحتل المركز 12، يعني في الاسفل السافلين. كيفاش راك تقارن في لاعب يلعب في البيج ميلان ومتألق في دوري أبطال أوروبا ومتألق في الدوري الإيطالي مع ميلان ويعتبر لاعب من ركائز نادي ميلان؟ اسمع معنا على كل حال تصريح هذا اللاعب التونسي، ومن بعد راح نتكلموا على كل التفاصيل. الياس السخيري على دار فريق ميلان الإيطالي. ميلان الإيطالي يحب ممكن البروفيل نتاع لاعب كيما الياس السخيري، ليبر، حر من كل ارتباط، ما يكلفكش برشا فلوس. اون بلوس ميلان خذت مثلا اسماعيل بن ناصر اللي هي تجربه نجحت من الاول، وتوا كثره الاصابات ممكن قلقت تطور اسماعيل بن ناصر مع ميلان. شوف الحقيقه الياس قاعد يعدي في ماتشات كبيره سورتو مع ليكيب ناسيونال، عامل ستابيليتي في كل متبع فيه الحقيقه قاعد يماركي. تحس البريزونس نتاعو كبيره ياسر في وسط الميدان. انا محبذ كان تحب عليه ميلان خاطر مالديني يكتشف المواهب كيما بن ناصر كيما لياو كيما برشا كيما الجول نتاع ليكيب دو فرانس هو اللي جابه من الليل. معناتها كان هو يمشي لميلان راهو باش يعمل با كبيره لكاريرو وباش يقدم باش يعدي في موسم مثلا خير من اسماعيل بن ناصر حاليا. هو تو الحقيقه العام. يعني اعطيني عقلك اعطيني مخك، قال له يعدي في موسم احسن من اسماعيل بن ناصر. يعني راك تقول فيها بكل قناعه، هل انت مقتنع بكلامك اللي راك تقول فيه انه يعدي في موسم احسن من اسماعيل بن ناصر؟ مع كل احتراماتنا للاعب الياس السخيري لانه هو ما تكلمش وما صرحش وما قال اي شيء، نتمنى له كل التوفيق اللاعب في مشواره سواء مع كولن او باش ينتقل الى ميلان. يا خويا ربي يعاونه وربي يكون معه. ولكن بالنسبه للصحفي واللاعب خالد القربي انه يتكلم ويقول لك انه يدير في اداء احسن من اسماعيل بن ناصر، هذا امر ما كانش منه نهائيا. والدليل على مرتبه فريقه كولن وعلى المستوى تاع الفريق اللي دائما هزائم في كل المباريات وهو في المرتبه 12. وشوف ميلان وراها، وشوف اسماعيل بن ناصر فقط البارحه ما شاء الله عليه مسجل هدف ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا، وممكن يكون هو هدف السبب اللي يخلي ميلان ان شاء الله يفوز بدوري ابطال اوروبا. يعني مقارنه غير عادله تماما. انت يا خالد القربي او الصحفي لو كان ما جيتش تعرف اسماعيل بن ناصر لاعب صاحب مستوى كبير، ما تجيبش السخيري وتحب تقارنه باسماعيل بن ناصر، لانه حاليا نشوف العديد من العرب اللي يحب يقارن اي لاعب تاعو في نفس المنصب تاع اسماعيل بن ناصر يجيبوا يقارنوا باسماعيل بن ناصر، يقول لك احسن من اسماعيل بن ناصر. الأرضية الميدان هي اللي تحكم بين اللاعبين، والإحصائيات والأرقام تدل أنه إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب عربي في وسط الميدان حاليا بجدارة وباستحقاق. في إيطاليا هو الأفضل بشهادة مالديني، بشهادة الصحافة الإيطالية، وبشهادة كبار المحللين في أوروبا. تجي انت تقول الياس السخيري أفضل من إسماعيل بن ناصر، أمر غير معقول تماما. خلوكم من الحسد، خلوكم من البغض الموجود في القلوب، حبوا بعضكم البعض. اسماعيل بن ناصر او الياس السخيري اثنين لاعبين مسلمين، اثنين لاعبين عرب، نتمنى لهم كل التوفيق. ولكن هذا النقاشات وهذا المقارنات واللي تحبوا تمدوا مغلطات للناس انه الياس السخيري افضل وحبوا تقللوا من قيمه اسماعيل بن ناصر، هذه حاجه احنا كجزائريين ما نقبلوهاش. وزيدوا اسمع معنا التصريح لخالد القربي، هذا وين دار هذا التصريح وصرح ويتكلم به على اسماعيل بن ناصر.
زيدوا اسمعوا، حاول انه يصلح شويه من الغلطه تاع التصريح تاعو. جاوب خالد القربي بعد تصريحات خالد القربي، قال انه الياس السخيري افضل من اسماعيل بن ناصر. فهمت؟ وتعرض لحمله خالد القربي. تعرض لحمله شرسه. تعرض لحمله شرسه خالد القربي، خاصه من عند الاشقاء الجزائريين. هذا راي خالد، معناها نحترموه، حكينا وقتها على الياس السخيري. شوف وفرضيت انتقاله لميلان الايطالي، خالد قال ممكن ان الياس السخيري يمشي اكثر من اسماعيل بن ناصر، وحاليا هو قال حاليا الياس خير من اسماعيل بن ناصر. شوف باش نتكلموا، هو ما قالش رأي، وكان جا تكلم وقال رأي. نحترموا جميع الآراء في كرة القدم، أنك تمرد رأيك في أي لاعب أو في أي مدرب، ولكن الطريقة هو كيفاش تكلم فيها وكيفاش هدر ما فيهاش الوعي. حاول أنه يقلل من قيمة إسماعيل بن ناصر، وحتى المنطق والعقل كما قلنا، والإحصائيات والأرقام، البطولة اللي يلعب فيها السخيري، والفريق اللي يلعب فيه السخيري، والفريق اللي يلعب فيه إسماعيل بن ناصر البيج ميلان بتاريخه العريق وبإحصائيات إسماعيل بن ناصر، باش تقارنهم مع بعضهم البعض ما يتقارنوش نهائيا. إنسان العاقل واللي يعرف كرة القدم ما يديرش هذه المقارنة نهائيا. يمين. انا نحب نجاوب تزيريه، خاطر اشقائنا تزيريه يسمعوا فينا برشا تحيه اليوم. انا قلت الموسم هذا احنا والله ما نسمعوك، اقسم بالله ما نسمعوك. كون ما هضرتش على اسماعيل بن ناصر والله ما نعرفوك اصلا. على كل حال بستاتيستيك اللي سخيري خير من بن ناصر عمليون. اوكي معاك، بن ناصر معناتها اندسكوتابل، ولا سخيري سنة قاعد يسجل وقاعد يبروف معناتها مكانته، اللي نجم يلعب خير المترشط، ينجم يلعب في جمعيه خير من كولن، ونجم علاش لا نراو معناتها واحد تونسي واحد جزائري في ميلان. علاش لا هاكا هنا في الاخر هدرت هضره مليحه. علاش لا نشوفوا جزائري وتونسي مع بعضهم في نفس الفريق؟ عادي، ما كانش مشكل، يعني اخوه واشقاء عادي. ولكن الحسد والبغض وانك تكذب ثاني على الناس في التصريح وتقول انه قاعد يسجل ويقدم في اداء رائع واداء كبير وتكبر فيها، يعني ما هو الاداء والفريق في المرتبه 12؟ ما هو الاداء اللي راهو يقدمه؟ ما هو التالق اللي راهو يدير؟ ممكن لاعب موهوب عنده موهبه، لاعب جيد في الفريق ما ساعدوش باش يتالق، ممكن في فريق اخر يتالق، ولكن باش تقارنوا حاليا باسماعيل بن ناصر هذا الامر قلنا لا يقارن. كلام وما تزيدش تعاودوا نهائيا والله. جي تركيبه كيما نحن نفرحوا مع الاخوان الجزائريين نلقاو بن ناصر يلعب في الميلان، زادوا هما لازم يفرحونا اللي عندنا ملاعب باهي بمستوى عالمي كيما السخيري. هدف ممتاز سجلوا والله. شوف هو قال كلام، قال لك كيما احنا نفرحوا لكم توانسه يفرحوا لنا احنا. والله ما شفتش، على كل حال افرحوا لنا. كاين نسبه ممكن توانسه يفرحوا لنا، ولكن في تصريحك انت وفي كلامك ما شفتش الفرح وما شفتش الحب. شفت انك حبيت تقلل من قيمه اسماعيل بن ناصر. احنا والله العظيم انا كخليفه علال وكمشجع للمنتخب الجزائري وكجزائري ما عنديش مشكل مع اي انسان ومع اي شخص مهما كان جنسيته، وبالاخص كي يكونوا عرب ويكونوا اشقاء. يا خويا نشجعهم ونتمنوا لهم ربي يوفقهم ان شاء الله. ولكن الطريقه انت باش تكلمت حبيت انك تمحي اسماعيل بن ناصر وتحط الياس السخيري على اساس انه هو شيء كبير. هو ما كان والو صداح. اسماعيل بن ناصر في الدقيقه 40 من الشوط الاول ضد نابولي، كره باليسار عطاها لا كنترول لا روضها لا حتى شيء، ما استنى حتى شيء، حتى برمي بوتو في شباك حارس نابولي. حاليا ميلان متقدم على، ومش غير في شباك نابولي وفي شباك خالد القربي. وديديكاس لكم، وحاولوا شويه انكم تهضروا بالعقل، وكفاكم من الحسد ومن الحقد. كل الحب والاحترام للناس المحترمين والناس اللي قدروا والناس اللي يديروا قدر لعمرهم، وكما قالوا ناس زمان عاش ما نعرف قدره. تحية لكم كبيرة، كل الحب والاحترام. السلام عليكم وتحية للجزائر.